هو الثراء السريع فعلا وهم زي ما ناس كتير بتقول، ولا في حاجة ممكنة وممكن أصحى ألاقي نفسي راكب لامبورجيني ولا قاعد في فيلا؟ خليني أقولك إن أي معلومات بقولها في الفيديوهات بتاعتي فهي من وجهة نظري الشخصية، ممكن تتفق معايا وممكن تختلف. إجابة السؤال بقى إن في حاجة فعلا اسمها ثراء سريع، وممكن تصحى من النوم تلاقي نفسك مالتي مليونير أو ملياردير. بس المعلومة اللي لازم تعرفها إن 1% بس بيقدروا يحققوا ثراء سريع حقيقي بدون أي خسائر. وخلينا أديك مثال. اللي قدامكم ده دافنشي جيرمي. دافنشي جيرمي هو من أول الناس اللي استثمرت في مجال البيتكوين عموما، ونصح ناس كتير إن هم يشتروا البيتكوين لما كان سعرها 1 دولار بس، ودلوقتي بيقولوا إن ثروته بتقدر ب 100 مليون دولار. تخيل إنه ممكن يكون صرف بس 3000 دولار وحقق 100 مليون دولار. طب نرجع بقى شوية كمان ونشوف أسهم الشركات زي نيفيديا، زي أمازون، زي جوجل. شوف الأسهم بتاعتها كانت بكام سنة 2010 ودلوقتي السهم سعره كام. هتقولي طب إزاي أبقى زي الناس دي؟ هقولك إن للأسف صعب تحسبها، وفرص زي دي بتكون ضعيفة جدا وصعب تعيش على أمل إنها تتحقق. انا واحد من الناس حضرت البيتكوين لما كان ب 150 دولار وب 200 دولار وب 300 دولار وما اشتريتوش، وبحمد ربنا اني ما اشتريتوش لاني كنت ساعتها صغير وما كنتش عارف ازاي هتحكم في الفلوس دي لو كان معايا ملايين او كان معايا فلوس كتير جدا، وعارف اني هتحاسب على كل جنيه كسبته وصرفته، فبحمد ربنا على النعمه دي. المهم خليني اقول لك الحل العملي اللي ممكن ما يعجبكش، بس للاسف هو ده انسب حل لاغلب الناس مننا. الحل هو الاستثمار في النفس او تطوير الذات. فكرة ان انت تستثمر في نفسك دي افضل واقيم فكرة ممكن تعملها في حياتك. وخليني اقول لك كمان ان الاستثمار في النفس ملوش علاقة بالسن وملوش علاقة بالعمر، يعني مهما كان سنك انت تقدر تطور نفسك وتقدر تستغل قدراتك وتقدر تستغل مهاراتك. والكلام اللي انا بقوله لك ده من واقع تجربة انا شايفها في حياتي. انا اعرف حد شخصيا عنده 60 سنة تقريبا ولحد دلوقتي بيتعلم ويطور ويستغل مهاراته وبيحقق كمان ارباح منها الحمد لله. وللاسف شباب عندهم 20 سنه قاعدين على القهاوي ومستنيين الفرصه تجيلهم لحد عندهم. بس انت عارف المشكله فين؟ المشكله ان الناس مبقتش عايزه تتعب. محدش عايز يتعب نفسه اصلا. انا مش جاي والله اقول لك كلمتين احفزك ولا اقول لك حط هدف واجري ونط واعمل والكلام ده كله، انا بس بنبهك لكلام انت اصلا عارفه بس يمكن تايه عنك او نسيه. من شويه شفت بوست لناس اتنصب عليها من شركه اسمها اف بي سي، وعرفت قد ايه ان ناس كتير قوي بتجري ورا وهم الثراء السريع وعايزين يجيبوا اي فلوس باي طريقه باسهل طريقه. وللاسف الناس دي مش بس خسرت فلوسهم، ده كمان خسروا عمرهم. تخيل انك تفضل سنين تجمع في مبلغ معين وفي الاخر ترميه هباء كده عشان تحقق ارباح سريعه. عشان كده دايما بنصح نفسي وبنصح الشباب اللي بشوفهم صغيرين ان هم يستغلوا الوقت ده، ان هم يجروا ويتعبوا ويحققوا ويطوروا ويعلموا نفسهم. لان اغلى حاجه ممكن تعملها واقيم حاجه ممكن تعملها لنفسك ان انت تعلم نفسك وتطور نفسك. صدقني في يوم من الايام هتشكر ربنا انه ييسر لك ان انت تعلم نفسك. لما تلاقي نفسك وصلت لسن معين خلاص انت مش قادر تشتغل، بس مهارتك هي اللي بتجيب لك فلوس. الثراء والغنى مش للناس اللي بتدور على زرار سحري، الثراء للناس اللي مستعدة يتعبوا ويطوروا من نفسهم ويستثمروا في نفسهم، والقرار دلوقتي في ايديك.